تخيل تبقى نايم في امان الله وتسمع حد بيطبخ لك في المطبخ وانت اصلا لوحدك. ده اللي حصل مع الفنان محمد هنيدي في ليله مش هينساها العمر كله. كنا في فتره حزمني، فانا خدت سلفه 600 جنيه من الفرقه، وكنا قاعدين مع بعض مجموعه، قلت انا عايز اخد شقه لوحدي كويس وعايز اقعد في الزمالك. في بدايته محمد هنيدي في فترة حزمني هو وصاحبه أحمد عبد الله لموا فلوس من الفرقة وقرروا ياخدوا شقة في الزمالك ب 600 جنيه. دخلوا الشقة مقتولين من التعب من البروفة ورموا جسمهم على السرير وقالوا بكرة نظبط الدنيا. بيت لطيف وفي مكان لطيف، ودخلنا حطينا شنط، قلت له بقى نظبط الدنيا بقى، جايين تعبانين من البروفة وبتاع بكره. فجأة المطبخ اشتغل لوحده، صوت طبيخ سكاكين وحنفيات مفتوح كأن أمك شغالة جوه. هنيدي بيقول كنا ميتين من الرعب وخايفين نبص لبعض. احنا ميتين ومش عارفين نبص حتى لبعض. انت سامع انا مش سامع؟ قلت له يا احمد ايه اللي انا بتهيألي؟ قال لي لا انا سامع زيك بالظبط. منى وشويه احمد انا ما شفتش، بس هو قال لي انا حاسس ان السقف بينزل كده. لحد ما احمد قال له يا محمد السقف بينزل علينا. ما استنوش دقيقه ولموا الشنط وطاروا على السلم والصوت وراهم بيزيد وهم خارجين وبيجروا. البواب بص لهم ببرود وقال لهم هو ما حدش قال لكم؟ قال لي ايه ده وما حدش قال لكم؟ قلنا لا ما حدش قال لنا يا اخويا. فطلعت مشهوره. طلعت الشقه مشهوره انها مسكونه والكل عارف الا هنيدي وصاحبه اللي دفعوا 600 جنيه عشان ياخدوا درس في الرعب. انت بقى لو مكان هنيدي كنت هتجري ولا تستنى تدوق الطبيخ؟